قد ايه المشاعر دي حاجه قويه لدرجه انها بتتنقل بمنتهى السهوله كده. اخدت بالي ان بقالي شويه مش بقول قوي البيهايند ستوري في قصايد وحكايات، فالنهارده هكلمكم على قصيده بتتكلم على الوطن والبيت والحب وكل حاجه دافيه. حنوا الى خبز امي اللي كتبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش في 1965. حكى محمود درويش اللي كان مسجون وقتها ان مامته كانت تزوره وجابت له فاكهه وقهوه والسجان رفض يدخله، وقال: ولم أنسى عندما صدر السجان إبريق القهوة وسكبوه أمامها على الأرض، ولا أنسى دموعها. لذلك كتبت لها اعترافا شخصيا في زنزانتي على علبة سجائر أقول فيها. وقال بعدها القصيدة: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأنني إذا مت أخجل من دمع أمي. القصيدة دي لحنها وغناها مرسال خليفة، واعتقد ان ده اللي بعد كده خلاها من اشهر قصائد محمود درويش. وبرغم جمال القصيدة وخصوصا ان كلماتها مميزة وحلوة جدا، بس حكايتها يمكن تكون بتأثر اكتر منها هي نفسها. محمود درويش عموما وصراعه عشان القضية الفلسطينية من اكتر الحاجات المؤثرة. كالعادة قصيدة حلوة جدا، روحوا اقروها وبس كده.